الو. صباح الخير يا فندم، احمد الناصح مع حضرتك من شركة الطيبة للتطوير العقاري. الطيبة لمين؟ للتطوير العقاري يا فندم. التطوير العقاري؟ هو ايه التطوير العقاري ده؟ يكونش النقاشين؟ الو، حضرتك معايا يا فندم؟ استاذ عزمة. الو. بقول لك يا عم الناصح، انت قول لعفاف مراتي ان مش هبيض اوضة النوم، ولو جيت عندي تدهن هكسر رجليه. اوضة نوم ايه بس اللي هتهنا يا فندم؟ انا تبقى بتاع محارة، مش همحر. حتى لو الشقة مش بقى شقة تعبان، لا، ده لو بقى باب ينفد منه جمل. يا فندم انا ماليش علاقة بدهانات وتصليحات شقة حضرتك خالص. انا ايه من ايه؟ تبقى سمسار وجاي تعاين البيت وجايب له زبون. حضرتك انا بسوق عقارات فعلا، بس مش سمسارك ومش عقارة. ولا الكار ده كارة. شوف يا ناصح، انا مش طالع من شقتي الا لما يكون في ايدي 100 باكو. حضرتك عايزني ادفع لك 100,000 جنيه؟ امال ايه يا حبيبي؟ انا ايجار قديم، شقة دي من ايام المرحوم ابويا، يعني ورث، ومش هتعرف تطلعني ولا باللالي. يا فندم ارجوك ممكن تسمعني وتسيبني بس اخلص كلامي. حاضر، ارغي يا عم ناصح. انا يا فندم من شركة بتبني بيوت وفلل وقصور، وجاي اعرض على سيادتك عرض. شاي ولا رز؟ هو انا بكلمك من كارفور يا فندم؟ حضرتك انا من شركة بتبيع عقارات. مش تقول كده، ده انا شرقان من الصبح. قول لي معاك ايه؟ معايا فلل وشقق سوبر لوكس ايوه، يعني الاصناف دي نوعها ايه؟ ومباني يا فندم، مباني. ايه يا عم، ما بسألكش على الاسم اللي انت مسميه لبضاعتك، انا قصدي طبيعتها ايه. يعني ايه يا فندم؟ مش فاهم سيادتك. يعني من الاخر كده انت بتبيع ايه؟ ترامادول، ستروكس، ستبيحس؟ يا خبر اسود، بانجو ايه بس وحشيش ايه حضرتك؟ انت كده هتوديني في داهية. لا مؤاخذة، الحيطان برضو ليها ودان. خلاص، اقابلك فين وتديني المصلحة؟ مصلحة ايه بس يا فندم؟ العقارات يا سيدنا. العقارات عايزك بقى ايه؟ تسلم لي العقارات دي في ايدي، يعني اخدها منك يد بيد. حضرتك انا بسوق عقارات، هديها لك ازاي بس ايد بايه؟ يا جدع سهل، تحطها في جيبك ونتقابل وتديها لي. هي مين دي يا فندم اللي احطها في جيبي بس؟ العقارات يا جدع، البضاعة. هحط عقارات طولها 3 ادوار في جيبي ازاي يا فندم؟ حلاوتك ده، انت باين عندك من الاصناف اللي تظبط النافوخ وتعلي الخيال. انا اللي بيعلى عندي دلوقتي الضغط مش الخيال، لان مش فاهم حاجة من حضرتك. الله، انا متباشر بيك الصراحة من ساعة ما شفتك بتتكلم، وانا قلت انك مصطبح بصنف عالي قوي. هات بقى حبة من الصنف ده لاخوك. مصطبح؟ هو حضرتك فهمت عقارات اللي هي مخدرات؟ ايوه، بس وطي حسك كده، احسن نتقفش من قبل ما نقفش من بعض. حضرتك انا مسوق عقارات مش ديلر، واللي انا ببيعه من الاخر بيوت. بيوت؟ ايوه بيوت بحق وحقيقي يتسكن فيها، لا تفتكرها بيوت شعر ولا حاجة وتدخلني في سكة تانية. طب وعايز ايه يا بياع البيوت مني؟ حد قالك اني قاعد من غير بيت ولا حاجة؟ جاي اعرض على حضرتك عرض على بيت ما يترفضش. عرض على بيت ازاي يعني اشتري واحد واخد التاني هدية؟ ده على اساس ان هبيع لك كيس مسحوق. لا يا فندم، فيلا بدل ما هي بسعر هتاخدها بسعر اقل. ازاي يعني؟ الفيلا اصلا سعرها 80 مليون، حضرتك هتاخدها ب 60 مليون بس. بس رخيصة. بس شفت ازاي يا فندم؟ وفرت 20 مليون جنيه. يا سلام، ادي الاوفر ولا بلاش؟ والله انتوا ايديكوا فرطة يا ناصح. مش الاخ اسمه ناصح برضو؟ ايوه يا فندم، ما انا احمد الناصح، لسه معرف سيادتك بنفسي من شويه اول ما اتكلمت في التليفون. لا مؤاخذة يا استاذ احمد، اصل العرض جامد جدي على رأي احمد مكي، اكيد يا فندم. لدرجة ان الواحد طارت من دماغه كل حاجة من العرض ده. لا ولسه يا فندم لما اقول لحضرتك على بقيه العرض. قول يا ستاموني قول، ده انت كلامك كله حكا. الفيلا يا فندم اللي سيادتك هتاخدها في العرض ده فيها بسين. مين بسين دي؟ بسين يا فندم اللي هي بول. وليه القرف ده بس يا ابني؟ قرف ايه بس يا فندم؟ يعني يرضيك يا ناصح ادفع في فيلا 60 مليون وفي الاخر الاقي فيها بول؟ لا يا فندم مش بول، دي بول بضم الب. تتقال زي ما تتقال يا ناصح، الريحة بتبقى واحدة. الريحه؟ ريحه ايه بس يا فندم؟ ريحة البيبي يا ناصح، يعني حتى لو الزبون اللي قبليه شخلكوا في الفيلا المفروض تدوها لي نضيفة. يا فندم انت فهمت ايه؟ بول يعني حمام سباحه. بول يعني حمام سباحة؟ لازم دي بالانجليزي. معلش، اصل انا اخر شهادة محو الامية. المهم ايه رايك يا فندم في العرض؟ ما يترفضش صح؟ رأيي انها حاجة قبها قوي. انا سعيد برأي حضرتك ده جدا. انا عايز اقول لك ان انا اصلا متربي على الحمام. هايل. بالك انا كنت خايف من كتر ما الفيلا رخيصة كده
انها تكون اصلا من غير حمام، عشان كده نازل عليها عرض. اطلاقا يا فندم، الفيلا على اعلى مستوى من الفخامة والرقي ومزودة بكل حاجة. زي ايه كده يا استاذ ناصر؟ خد عندك مثلا فيها صالة بلياردو. جميل، انا اصلا متربي على البلياردو ممتاز. من ايام ما كانت الساعة بجنيه. وفيها كمان 3 جناين. ياه، انا اصلا متربي في الجناين. يا سلام. ايوه، من ايام ما كان ابويا الله يسامحه بيطردني من البيت لما اتاخر، فاروح ابات في الجنينه بقى لحد ما يرضى عني. والمفاجأة كمان يا فندم، الفيلا فيها جاكوزي وساونا. ساونا؟ هي فين الساونا دي؟ جنب الجاكوزي. طب والشاكوزي فين؟ جنب حمام السباحة. والحتت دي كلها لا مؤاخذه فين؟ في الفيلا يا فندم. فيلة ايه؟ البيت يعني اللي هبيعه لحضرتك. بسم الله ما شاء الله، هو في بيت كمان؟ اكيد يا فندم، امال انا بتكلم من الصبح عن ايه بس؟ معلش يا ابني، اصل المواصفات اللي انت بتحكي عنها دي ما تخليهوش هيبقى بيت في نظري. امال هيبقى ايه يا فندم؟ ده هيبقى نادي، بالكتير افسح مراتي وابني فيه مره في العمر. ولسه يا فندم احنا مزودين البيت بكل وسائل الترفيه. يعني مثلا هتلاقي كمان في الفيلا ديسكو وبار. في ركلام؟ نعم. لا مؤاخذه، قصدي يعني بنات ليه؟ لا طبعا يا فندم. ولا رقاصه؟ استغفر الله، ايه الكلام ده بس حضرتك؟ يا سلام، دلوقتي يعني دخلت الاسلام؟ ده انت لسه كنت بتعلن عن ديسكو وبار. يا فندم دي حاجة ودي حاجة. خلاص خلاص، اقول لك علشان ما تزعلش خلينا نمشيها شرعي. في جواري؟ اكيد لا يا فندم. خساره، ده انا الفيلا بالامكانيات دي مع الجواري كانت هتبقى ايه؟ ولا السلطان سليمان. انا اسف يا فندم، معلش، وبعتذر لك ان الشركة مش هتقدر تلبي طموحاتك من الناحية دي. اعتذارك مقبول يا ناصر، ولو ان يعني كان نفسي ومن عيني ابقى السلطان سليمان والجواري ترقص لي نرجع لموضوعنا يا فندم، ايه رأي سيادتك؟ اشتريت؟ هي الساعة معاك كام يا ناصر؟ 2 وتلت يا فندم. تمام، يبقى زي النهاردة شهر 8 سنة 2075 هشتري ان شاء الله. هو حضرتك بتهزر معايا ولا ايه؟ طبعا بهزر وبستظرف، وكمان شوية هتريق كمان. طب ليه بس كده يا فندم؟ ما حضرتك كنت مهتم من شوية. مهتم بايه يا ابني؟ بالفيلا اللي عليها عرض ب60 مليون، سعره ولا في الخيال. ده انا اقصى طموحي في الحياة 100 باكو اخرج بيهم من شقتي اللي الشق في حيطانها ولا شق الترع. طب حضرتك ما تحط عليهم 2 مليون وادفعهم مقدم والباقي على سنتين، كل شهر 3 مليون. ال100,000 دول هم كل ما املك من الدنيا لحد القيامة ما تقوم انت قايل لي في الشهر 3 مليون؟ اجيب لك من ايه؟ من ايراد شغلك يا فندم، عملك ولا مرتبك؟ يا ابني مين ده اللي بياخد في ايده كل شهر 3 مليون؟ ده حتى الحرامي ما يعرفش يعمل الغلة دي كل شهر. طب لما حضرتك مش هتشتري، ليه ضيعت وقت الثمين معاه؟ وهو انت يعني لو وقتك ثمين كنت هتتصل باللي زي ليه من اصله؟ يا ابني انت اهبل وريالتك تملى طيش. بقول لك ايه، احترم نفسك وبلاش غلط، ما تخلينيش اتغاب عليك. تتغاب على مين يا ابني؟ عارفكوا انا يا بتوع الكاميرا المخفية، انتوا عارفكوا. ولا يكونش مقلب من عفاف عشان تطلع بالعشرة باكو بتوع البياض. وعيتها سودة معايا النهارده. بقول لك ايه، خد انت رايح فين؟ انت خلصت الفيديو هتجري كده تهرب؟ فين الاشتراك؟ فين اللايك؟ فين المشاركة؟ احنا القناة بتضيع مننا. يلا الهمة شوية كده، اكتب كلمة حلوة لعمك عظمة في التعليقات وشارك الفيديو مع اصحابك.